السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الفل على أحلى وأكبر مشتركين ومشاهدين القناة. فيديو من سلكتنا المتواضعة عن سلكة منارة الغواي ومتابعة السلكة اليومية وموضوعات وحاجات مهمة جدا لازم تعرفها في غاية الحمام، عشان ما يضحكش علينا ونسمع كلام مش صح ونشتري حمام بفلوس ونيجي نفرخه اللي بيطلع حمام مش مظبوط. النهارده هنتكلم عن الاشربوندو، اللبلة الاشربوندو اللي بيقولوا تركيب. تعالى نسمع كده فيديو وتقولوا لنا ايه رايكم في اخر الفيديو. وفرخين وفرخنا وشوفنا طلعنا لقينا اللبلة الاشربوندو، والناس الكبار اللي قبلينا شافوا اللبلة الاشربوندو. النهارده قبل اشربوندو زغلول فرخي اهداء ليكم. هنتفرج ونحكي ونتكلم عن اللبلة الاشربوندو ان كان تركيب بيت اساسي. ده زغلول لبلة اشربوندو اهو حضراتكم. زغلول لبلة اشربوندو، بص وشه تقيل، يقول لك عظم الجمل او زرايبي، وشه تقيل جدا. بص اللبلة الاشربوندو خدوده ده لسه زغلول، خدوده اطول خدود واطول رقبة زي ما قلنا في الزغلول اللي قبليه. شوف الخدود لون واحد من اول الخد لاخر الخد بتبقى كوبيا، طبعا ده لسه هتغماء، مفيش زفارة، جناحات كده كويسة، العشر كويس، الديل كويس. بنشوفه بول قشر بنادق النهاردة كلها لون واحد. الجتة زي ما احنا قلنا زي البندق اهو، كأنك حاطط بندق بني محمر. بص هو انا داري فرد الحمام عاملة زي البندق، حبات البندق المرصوصة جنب بعض. جيت اشوفه محنية ازاي، سبحان الخالق. نتكلم في موضوعنا ان اللبلة الاشربوندو بيت اساسي. احنا لو عندنا دراية بالانماط الحمام والاربع انماط، من اول البارلس اللي بالطوق بس، البار اللي هو فيه الحبايك او الدبكين، تشيك النقش على الكتاف، تشيك تيبتر النقش في كل الجسم. معلش حاجات كده تقيلة بس احنا بنوضحها وبنشرحها، وزي ما شافوا والابحاث اتعملت على انماط الحمام الاساسية، 4 انماط. تعالى نتكلم الاشربوندو بيت اساسي ولا تركيب. ما ينفعش من قبل زي ما الناس قالت قبل احمر وقبل اسود، الناس مش معترفه ولا بالاسود ولا بالاحمر هيجيبوا الاشربوندو. ده انتوا اساسا مش معترفين ان في حاجه اسمها قبل اسود، جاي تركيب من مسود واخضر. واللبلة الاحمر اللي ما شفتوهوش واللي بتقولوا ما فيش قبل احمر، ازاي من اللبلة الاحمر واللبلة الاسود اللي هم ساده كتفاتهم ساده هيجيبوا النقشه والنمط بتاع اللبلة الاشربوندو؟ حبايبنا الحريفه بتوع الاتواب في الحمام العربيات ووزارة العربيات بانواعه، كان عاده او كان صافي قطع فرد، عارفين الكلام ده. انت تقدر تعمل توب نمر من حمامتين ساده؟ رد علي. تقدر تعمل هيتي من حمام الاب والام ساده؟ طبعا لا. قطيفه، اي حاجه فيها زعبطه او فيها نقش على الكتاف والجسم تقدر تعملها من حمامه ساده. حتى المزرزرات مفيش الكلام ده بيأكد صحه كلامنا ان مفيش حمامه ساده تورث النقش. مفيش حاجه اسمها مع الوقت ولا حرق دم. حرق دم هيعمل جلخ، هيعمل
رمادي هيعمل، لكن مش هيعمل التقريشه بتاعت الاشربندق والنقشه، لون البندقه والتفصيله بتاعت النقشه ولون حبه البندق. مش ممكن، مش ممكن يا حريفه. هتعمل طوب حمامه مزعبطه من فردين ساده، يعني تدي حجري على صفرة هيجيبوا لك اتواب؟ الكلام ده مش صح، وعمره ما هيحصل. تفرخ كشميري ولا تمر هندي على صفرة على حاجه جتتها على بياضه وجتتها ساده، هتقول لي اعمل منها اتواب؟ لا. نفس الكلام في اللبلة الاشربندق، ما تنفعش يطلع النمط ده والتقريشه دي واللون ده من تركيب نوعين بول مفهومش النقشه. النمط ده موجود في البول واساسي، باب من السبع بيبان الاساسيه بتوع البول. اللبلة الاشربندق لا غبار عليه. تقليب اللبلة الاشربندق يختلف تماما عن اللي انتوا بتقولوا عليه. كمان التقليب هنبعده عنه، يبقى ما انت ما تعرفش تقليب اللبلة الاشربندق. لو انت تعرف تقليب اللبلة الاشربندق ما كنتش هتقول بيجي من قبل احمر وقبل اسود خالص. كل نوع من السبع بيبان البول ليه تقليب وليه مواصفات وليه خد معين ورقبة معينة وتكوين معين ودماغ وخرجة وش وطول عظم. كل فرد حمام شلحة العين تختلف في السبع بيبان البول. اللبلة الاشربندق شلحة عينيه بتبقى لفوق واسعة لحد ما يبان العظم بتاع الجمجمة. أوسع عين لفوق اللبلة الاشربندق، أطول رقبة، أطول خد. وده نتيجة إن رقبته طويلة، سبحان الله، نسبة وتناسب، عشان ربنا ما خلقش حاجة ناقصة، كل حاجة مخلوقة بحساب وبنسب وبتناسب. ما ينفعش تبقى رقبة طويلة وخد قد كده، سبحان الله. وده يعني يدل على عظمة الخالق. سبحان الله، اللي يتمعن ويفهم غير اللي بيحفظ وبيسمع وبيردد. فمش ممكن يبقى فيه اشربندق يجي نتيجة دخول أبلق زهري على أبلق أحمر، أبلق أسود على ما ينفعش، مش ممكن. ومفيش حاجة اسمها أبلق زهري. أبلق الزهري ده بيجي نتيجة اشربندق أخضر وما يلوش نوع. بذرة الكتان بردك ده تخريفة عك، اللي على فرو عك، الشربندق على سكروطة. كل ده جاء نتيجة العك اللي احنا عكناه وطلعنا له أسامي، زي الأخضر على السكروطة أمريكاني، واللي يقول لك عليه خوخي. بيخترعوا عشان يبيعوه، يسموه عشان يبيعوه، يعملوا له شهادة ميلاد عشان بدل ما يذبحوا يقول أنا بوظت الحمام، لا يديله اسم عشان يا عيني ده أمريكاني، ده بالدولار، وهو فرد ملوش صحة على فار، ملوش صحة. مفيش حاجة اسمها على فار. اللبلة الأسود اسمه أبلق فحم، مفيش علق عشان يقول لك على فحم، لا ده أنت مختار علينا يبقى علق. الأسود أبلق أسود، مفيش حاجة اسمها علق أسود. أبلق أسود أو أبلق فحمي. ناس مش عايزة تبطل إنها تدل الناس وتدل الشباب وتتكلم في الغلط. مش عارف يعني، افهم وفكر وعقلها وبعدين اتكلم. كلامي غلط ونفرض رأينا، ولا الكلام فيه منطق وفيه عقل وفيه فهم؟ لازم تضم وتجمع أفكارك كلها في الحمام وتطلع وتشوف أنماط إيه، الألوان إيه، المواصفات القياسية بتاع كل فرد تتعلمها من واحد صح، واحد فاهم، واحد شاف، واحد يعرف، مش واحد قاعد على القهوة وسمع. افهموا وتعلموا وعلموا الناس الصح، يا تقعد ساكت.
المقصود من كلامنا اللبلة للشربوندو بيت أساسي، مش بالعافية، مش بفرض رأي ومش بلوي دراع، بالفهم. ده نمط ما ينفعش يتورث من حمامة سادة، ده نمط خاص بنفسه، باب من 7 بيبان البل اللي الناس خلتها 3 و4 ويا عالم كمان مش هيبقى فيه بل قدام، يعني يدخلوهم على بعض ويطلعوا 20 نوع قبل. تفرخ فرد الحمام بيطلع لك العجب النهارده من العجب. صعب جدا انك تلاقي شباب بيبعت لي حمام اقول له كويس ما شاء الله حلو. فرد الحمام فيه 3 4 انواع داخلينه. ارحموا غيرة الحمام، ارحموا غيرة الحمام هتضيع منكم. يا رب تكون معلوماتنا وعلى قد ما بنفهم وبنجتهد ونفرخ ونشوف ونوريكم على الطبيعة، فرخينا بجبالنا على الطبيعة. ده تاني زغلول ولا تالت زغلول قبل الشربوندو. الخد سبحان الله يدرس، خد الشربوندو يدرس. تحب تتفرج على شكل خد اللبلة للشربوندو، كانوا يقولوا عليه دوجلاس، واخد دوران كده، واخد دوران من بره لجوه، والخدين قد بعض وطوال، واللون كوبيا جميل، من اجمل انواع البل اللي الناس عايزه تدمره او دمروا الحمام كله مش البل بس. احنا موجودين على اليوتيوب، في عروض تانية معروضة علينا، ونغيروا القناة ومسار القناة ونعملوا حاجات تانية تدخل دولارات. مش عايزين الكلام ده، احنا مستنيين لحد ما نبطلوها ونشيلوها خالص. ورا الناس اللي عايزة تتعلم في ظهركم، هنعلمكم الصح، ما بنتأخرش على أي حد في أي معلومة. أي حد عايز أي حاجة يكتب لي في التعليق وأنا تحت أمرك. أي فيديو عايز نعمله أطلع أعمله لحضرتك، وعلى استعداد نتناقش مع أي حد ونقعد على ترابيزة مع أي حد ونتكلم، على استعداد. حاجة في ايدينا، وبدل الواحد اوري لكم 5 6 زغاليل يعني مش ما شفناش او ما فرخناش، لا الحمد لله اننا شبعانة وفرخنا وشوفنا كويس جدا. يا رب تكون معلوماتنا بتوصل لكم، وده رأيي ورأي اي حد تاني يحترم حتى لو بالخطأ، على راسي من فوق. احنا ما بنقصدش حد معين او بنطلع نعمل فيديو عشان نقصد حد، احنا بنطلع بنشرح الصح من الغلط والمطلوب مننا بناء على رغبة الجماهير. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم للفيديو وتعليقاتكم الجميلة. وبحب اشكر اخواتنا العرب، اخواتنا المغتربين خارج مصر، اخواتنا الموجودين في كل العالم، وحبايبنا هواة الحمام مصر، الحمام الأصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.